ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاعنا حلو قوي. يوم روتيني كده في حياة كل ام. النهارده قلت انزل بقى. قمت من النوم، شربت كوبايه القهوه بتاعتي وفطرت سندوتش. قلت انزل على السوق، كان البيت ناقصه شويه حاجات. قلت اخدكم معايا وانا رايحه السوق. دخلت المحل ده الاول، جبت شامبو كده وكريم. هوريهولكوا في المشتريات اللي انا جايباها. دي علبة تونة، انا بحب اجيبها قطع. بعمل بيها، بتبقى في التلاجة حلوة بقى. جاعوا الولاد، عملتها في المكرونة. وجبت كام نوع مكرونة كده كانوا ناقصين عندي. هنا كنت جايبة عصبار، لقيته حلو قوي وطازة فريش. ودي ليفة المعين اهو اللي انا جبته. شامبو من كده حلو قوي. وكريم فاتيكا، وده كريم ده لترطيب الايد. واللزق ده انا بحتاجه برضو، لقيته يعني بنزل كده لما بلاقي حاجة انا محتاجاها بجيبها. جبت بقى كنافة على جلاش. وهنا جبت شعرية. انا بحب العلب دي قوي، بتنظم لي الحاجة بتاعتي. لما بلاقيها بتفضى بحب قوي اللي انا املاها. بتبقى شكلها حلو في المطبخ يا جماعة، ويعني انصحكم ان انتوا تجيبوها، ولو عروسة بتجهزي هاتيها. بتدي المنظر المطبخ بتاعك شكل حلو. هنا خل هاينز، انا بحب استخدمه جدا لان بيبقى خام. الملح ده حلو قوي، فيه بركة كده بيقعد معايا. وكل لما بنزل بقى لازم اجيب خميرة، اجيب بيكنج باودر، اجيب فانيليا. عصاير من دي ساعات الولاد بيحبوها. يعملوها كده وهما بيذاكروا يشربوها. احب قوي املى المنظم ده. وجبت برضو جبنة قريش، لقيتها حلوة قوي فريش، بحب اجيبها برضو واحطها في التلاجة. والصندوق ده عجبني قوي، مكتوب عليه ماي كيتشن. حلو قوي بجد يا جماعة، يعني كديكور للمطبخ حلو، بيتحط فيه بقى الزيوت والكلام ده. ان شاء الله هنبقى نعمل كده روتين في المطبخ وتجديده وهحطه معاكم. وانا جبت فراخ، جبت فرخة. الفراخ عندكم عاملة كام؟ يا ريت تقولولي. احنا في اسكندرية الفراخ عندنا عاملة 93 الكيلو. دي شكالة، الولاد عندي بيحبوها قوي، ولما لقيتها طازة كده وملحمة فيها لحم. انا كنت عاملاها قبل كده في فيديو. اللي حابب يشوف الطريقة وهعملها معاكم برضو. طريقتها حلوة قوي وسهلة. زي الجمبري يعني. ودي كابوريا برضو عجبتني. يعني رغم ان هي حجمها مش كبير قوي، بس لقيتها اللهم بارك مليانة تقيلة. وده صبيت. جبته برضو. وبسارية لقيتها برضو حلوة وحجمها حلو وطازة. فانا بحب قوي لما بلاقي اسماك طازة كده بحب اجيبها واحطها في الفريزر. هنا البطاطس دي بطاطس تحمير برضو، جبت منها شوية. والطماطم لقيتها النهاردة يا جماعة ب22. نزلت شوية، الحمد لله نزلت شوية. بملى بقى الطبق بتاعي التلاجة، وبملى الطبق بتاعي بيت. هنا ذرة فشار طبعا، عشان الأستاذ يوسف أهم حاجة عنده الذرة فشار طبعا، يعني لو نزلت وما جبتهوش ممكن ما يدخلش البيت. هو بيحبه. فجبتهوله. هو الفشار على فكرة يا جماعة مفيد جدا لولادنا. الفشار واللب والحاجات دي مفيدة جدا ليهم، فدايما خليه في بيتك يعني. بيبقى تسالي أحسن من الشيبسي والحاجات اللي فيها المواد الحافظة دي. هنا بقى ايه، قلت اسمي بقى الله كده وابتدي اجهز في الاكل بتاعي. عشان خاطر طبعا نزلة السوق انتوا عارفين بتاكل نص اليوم. ابتديت بقى اعمل بصلة هنا بشوية زيت عشان خاطر اعمل الرز بتاعي. رز الصيادية. واحب اشكر كل اخواتي وحبايبي اللي اشتركوا في القناة. متشكرة ليكم جدا جدا على دعمكم. واللي ما اشتركش يشرفني ويشترك عشان نبقى عيلة كبيرة بإذن الله. واقدم لكم كل حاجة جديدة. هنا انا بحب احط فلفل اسمر وملح، وطبعا اساسي كركم. تمام على الرز ده. وبعد ما البصله بتتحمر قوي بحب ادي الرز معاه تشويحه كده. وبعد كده احط مقدار الميه بتاعي واسيبه بقى يغلي. هنا الطبق الحلو ده انا بعمله للسمك. طبعا عباره عن توم. توم ده اللي انا مخزناه، كمون، كزبره. كركم. وبحط خل وبحط ليمون. التركيبة دي احشي بيها بقى السمك. تبلي بيها السمك، اعمليها في الكابوريا، اعمليها في الجمبري، اعمليها في السبيط، اعمليها في كل انواع الاسماك. بتبقى تحفة. يعني انا عملت كمية عشان خاطر ايه، وهنا حطيت عليهم حبة شطة. لان لسه ما لقيتش والله فلفل احمر، عايزة اعمل هريسة. بحب احط على الاسماك انا الهريسة الحمرا دي. تبلت بيها بقى السبيط بتاعي. وهنا هبتدي اعمل في الكابوريا، غسلتها كويس قوي. بحب احط شويه زيت واشوح لها كده بصلايه. واحط معلقه من الخلطه الجباره اللي انا عاملاها دي.
اللي وصل للفيديو لحد هنا ولسه مشتركش يشرفني ويشترك ويفرحني بتعليقاته. هنا بقى هدي الكابوريا كده تشويحة لحد ما احس اللي هي لونها ابتدى يتغير شوية. بعد كده احط بقى المية، يا دوبك تغطيها. وبحب احط برضو معلقة توم تاني من الخلطة اللي انا عاملاها غير اللي انا شوحتها مع البصلة. لمجرد وطبعا بحط اشوف بقى محتاجة ملح محتاجة كمون احط، ولمجرد ما تغلي اطفي عليها، ما بتاخدش وقت. دي الشكالة بتاعتي انا بعملها لهم في الفرن. بغسلها كويس قوي، بحط عليها الخلطة اللي انا عملتها بتاعت السمك والكابوريا. تمام. وبقطع عليها بصلاية كده يعني مكعبات تبقى متوسطة. وبرضو بزود ملح وكمون، وحطي كزبرة وحبة زيت. عايزة اقولكم بتبقى حلوة قوي. وحطيت اهي بحط هنا كزبرة، واحط شوية زيت، واحط شوية مية يعني زي كوباية مية. انا بحط كركم عليها برضو. اقلب كله ببعضه واحط حوالي يعني كوباية مية كبيرة. ماشي. بعد ما احط الزيت وعلى الفرن يا قمر. ما بتاخدش وقت، لمجرد ما هتلاقي لونها كده دخل على اللون المحمر شوية يبقى هي كده استوت. تطلعي على طول. بصوا انا هنا كنت ايه اتبلت كلها، انا بوريها لكم. دي بديل الجمبري اللي ما يعرفهاش، يعني دي زي الجمبري كده. تمام. كان هنا كنت جايبه كيلو وربع، كان عامل 50. ولقيت ورق العنب حلو قوي بقى، الربع ب10. حلو قوي. جبت كيلو وقلت ايه هفرزه واشيله في الفريزر يبقى موجود عندي، بحيث كل لما انزل ايه الاقي حاجه كده اخطفها واجيبها. تمام. هنا بقى الطحينه كنت بعملها مع الاكله الحلوه دي. طبعا الطحينه انا عملتها كذا مره. اللي حابب الوصفه بتاعتها يخش على الفيديوهات بتاعتي يقلب كده هيلاقيها. انا بحط توم، وبحط طحينه معلقتين حلوين كده، شويه دقيق شويه ميه شويه خل ليمون، ملح كمون، بس كده. وبقطع عليها ايه قرن فلفل كده سبايسي، بتبقى حلوه قوي. عايزه اقولكوا انا بحبها قوي قوي مع الاسماك. ولو عملتي فراخ، لو عملتي اي اكله بتبقى جميله عليها بنفس الطريقه كده. تمام. بظبطها بقى هنا، احط عليها الليمون بتاعي واظبطها. هتشوفوا القوام بتاعها دلوقتي، انا بدوقها عشان اشوف الملح. وهبتدي بصوا القوام اللهم بارك كان زي العسل. قسمتها بقى كده على طبقين، وانا كده خلصت الطحينه. تمام. خش بقى على ايه السبيت انا عايزه اقليه. احط شويه دقيق، انا جايبه دقيق برضو بس ايه لسه مفضيتهوش. لازم ادقق السبيت الاول واحده واحده. انا غسلته كويس قوي، وبعد كده عملت له الخلطه حطيت منها وقلبته واحده واحده كده، عشان خاطر لو عملتيه كله على بعضه هتلاقيه كتل في بعضه. لازم فرداني كده واحده واحده حتى في الزيت. بصوا هنا بوريكم الشكالة كانت خلاص استوت. شفتوا اللون بتاعها كان محمر. هنا السبيت حتى وانا بقليه في الزيت برضو ايه بحطه واحدة واحدة مش على بعض، عشان خاطر ما يكلكعش ببعضه. تمام. وعايزه اقول لكم ما بياخدش وقت. هنا بقى السفرة بتاعتي كانت جهزت الحمد لله. متنسوش بقى يا حبايبي اللايك والشير والاشتراك في القناة.